عليكم ورحمة الله وبركاته. الفرق بين أشهر حقن التخسيس اللي هي موضة التخسيس الحالية بالتفصيل، المقارنة بين ساكسندا وأوزمبيك ومونجارو. حابين ننوه قبل أي شيء إن الثلاث أنواع دول هم أدوية سكر من النوع التاني. أول حاجة هنتكلم على الساكسندا، هي الفيكتوزا، فهنختصر الكلام لأن هي المادة الفعالة واحدة. هي المادة الفعالة هي مادة الليراجلوتايد، بتلعب على شيء واحد وهي تقليل إفراز هرمون الجوع وزيادة إفراز هرمون الشبع. الجرعة بتاعتها هي تبقى حقنة يوميا لمدة 3 شهور. الجرعة بتتدرج كل أسبوع في الزيادة، بتبتدي بأقل جرعة وهي 6 من 10 حتى تصل إلى أعلى جرعة وهي 3 في نهاية الشهر الثالث. الأعراض الجانبية بتاعتها أول أسبوعين بتبقى ترجيع ودوخة وهبوط وكركبة في المعدة وغثيان ومشاكل في الهضم ومشاكل في القولون. بعد كده الأعراض بتقل كتير. طب الفاعلية بتاعتها إيه يا دكتور؟ أول أسبوعين هتحس بفاعلية كبيرة فعلا بسبب تقليل الشهية بشكل واضح، لكن مع الوقت الفاعلية بتكون أقل. نتائجها في إنقاص الوزن هي محدودة وقليلة بعض الشيء، تقريبا من 4 ل 8 كيلو خلال مدة الكورس اللي هي ال3 شهور، وتختلف من شخص للتاني، وده اللي أعلنته الشركة نفسها. السعر بتاعها كان قبل كده للحقنة 800 جنيه، ووصل تدرج لحد ما وصل حاليا أعتقد ل 3000 جنيه. أنت بتحتاج خلال الكورس متوسط 5 حقن. اضرب بقى في السعر اللي موجود حاليا. تاني حاجة هنتكلم عن حقن الأوزمبيك اللي هي الويجيفي، ولكن الأوزمبيك هي الأشهر، ولكن الكلام واحد. المادة الفعالة هي السيموجلوتايد، نفس الكلام بتاع ساكسندا بالظبط، لكن مفعولها أقوى شوية بنسبة 20%، وبتلعب برضو على تقليل هرمون الجوع وزيادة هرمون الشبع. الجرعة بتاعتها هي حقنة واحدة كل أسبوع لمدة 6 شهور متواصلين. بتبتدي الجرعة البسيطة بتاعتها بالربع أو 25%، وكل شهر بتزود الجرعة حتى تصل إلى أعلى جرعة فيها، هي 1.7 وبتثبت عندها. الفاعلية هي أقوى كتير قوي من ساكسندا. الأعراض الجانبية هي نفس الأعراض الجانبية اللي قلناها، من دوخة وترجيع وصداع وهبوط ومشاكل في القولون والمعدة، وبعد كده الأعراض بتقل. فعاليتها في إنقاص الوزن المتوسط بتاعها خلال 6 شهور اللي أعلنته الشركة هي 10% من إجمالي وزنك. يعني لو حضرتك 100 كيلو، يبقى أنت حضرتك هتنزل في خلال ال6 شهور 10 كيلو في خلال ال6 شهور. السعر الحقنة حاليا بيتراوح من 6 ل 8000 جنيه، وممكن أغلى كمان. الحقنة بتقعد 3 أسابيع، لكن متوسط الكورس 6 شهور حضرتك هتحتاج من 6 ل 8 حقن، واضرب في السعر اللي قلناه. موجود منها بديل دلوقتي على شكل اقراص، وهي اقراص اسمها ريبلسز. هي حبوب للناس اللي بتخاف من الحقن. طبعا هي نفس الماده الفعاله، العلبه 10 حبايات سعرها 1100 جنيه، تكفي 10 ايام، لكن نفس الفاعليه اللي قلناها فوق. ندخل في ثالث نوع، هو ابر المونجارو، وهي موجوده حاليا في مصر تحت اسم دي سي بلوك. الماده الفعاله هي تريسباتيد. الوظيفه انها بتعمل ديوال اكشن، وهي وظيفتين. الوظيفه الاولى هي نفس الساكسندا والاوزمبيك، ان هي بتقلل الشهيه عن طريق زياده هرمون الشبع وتقليل هرمون الجوع. الوظيفه الثانيه تحفيز البنكرياس على زياده افراز الانسولين لكسر مقاومه الخليه للانسولين، وفعاليتها هنا عاليه لحالات مقاومه الانسولين. الجرعه بتاعتها هي حقنه كل اسبوع لمده 6 شهور. بتبتدي بالجرعه اللي هي 2.5 لمده شهر اسبوعيا، وصولا للجرعه العاليه جدا خلال ال6 شهور اللي هي ال15. نتائجها في نزول الوزن حسب الشركه المصنعه برضو زي ما قلنا هي 20% من اجمالي الوزن خلال مده الكورس اللي هي ال6 شهور. يعني لو حضرتك وزنك 100 هتنزل في خلال الكورس في 6 شهور 20 كيلو. الاعراض الجانبيه بتاعتها نفس اللي قلناه، اللي هي الدوخه والغثيان والترجيع وكركبه في المعده ومشاكل في القولون والمعده. ثم تقل الاعراض واحده واحده. السعر بتاعها في مصر حاليا ضخم جدا، يتراوح من 26 ل 30 واكتر كمان و35 للحقنه الواحده. فانت محتاج حضرتك من 6 ل 8 حقن خلال مده الكورس، وده رقم طائل ان اي حد يدفعه حتى لو غني. مين الممنوع ان هو يستعملها؟ مرضى السكر من النوع الاول ممنوع يستعملها خالص، الحامل والمرضعه، اقل من 16 سنه، من لديه تاريخ مرضي مع مشاكل الغده الدرقيه او سرطانات الغده الدرقيه او اي اورام، ابعد ابعد ابعد. طب رأيك فيها ايه يا دكتور؟ رأيي الشخصي، الحقن دي لحد دلوقتي أعراضها الجانبية مش معروفة على المدى البعيد، لأنها جديدة نوعا ما، فبالتالي ما زالت مبهمة أعراضها الجانبية. تاني حاجة النتائج بتاعتها مش واو، يعني حضرتك مش محتاج تدفع 180 ألف جنيه علشان تنزل 20 كيلو في 6 شهور. حضرتك لو نزلت جيم ونظمت أكلك أقسم بالله تنزلهم وأكتر من كده كمان. تالت حاجة، الأدوية دي في منها كتير مغشوش، وبقى يطلع لك يقول لك أوزمبيك زي الأوزمبيك وزي مش عارف إيه، وبتطلع على النت. أنت لو اضطريت إنك تجيب حاجة من دي اتأكد من المصدر بتاعها. كتير جدا من اللي خد الحقن دي زاد في الوزن تاني بعد ما بطلها، بعد ما خلص الكورس، وبيتابعوا معايا فعلا. فرأيي الشخصي، اولا لا تدفع المبلغ الطائل ده، نتائجها مش واو. تمام، يعني حضرتك تقدر تنزل ده واكتر من كده مع تنظيمك للاكل، وبالعكس انت كمان هيبقى عندك غريزه جديده زرعتها جوه نفسك، وهي الاراده والتصميم وعدم الجري ورا الترندات اللي اقسم بالله في الفاضي. فاسمع مني الكلام، نصيحتي يعني ملهاش لازمه، حتى لو انت مليونير ما تجيبش الكلام ده. بس كده.